الفول ماونت هو من اقوى البوزيشنز اللي انت تقدر تهاجم منها، وعشان كده لازم تفهم ازاي تثبت خصمك لو بيحاول يهرب، ازاي تادفانس البوزيشن اقوى عشان تهاجمه، وازاي في الاخر تقدر تاخد منه سبمشن. فانا النهارده هتكلم عن الثلاث مراحل دول بالتفصيل عشان الفول ماونت بتاعك محدش يقدر يخرج منه. العامل الاساسي اللي بيخلي دود يعرف يهرب من الفول ماونت بتاعي هي انسايد البو بوزيشن، يعني يدخل كوعه عند ما بينه وما بين ركبتي. ده السر الاساسي بتاع اللعبه كلها، ده السر الاساسي بتاع ان هو يبتدي يعمل اي اسكيب من الاسكيبس. فاحنا هنشترط شرط اساسي جدا وانا بلعب بالفول ماونت، قبل ما اعمل اي حاجه ما ينفعش حد يحط كوعه بينه وبين رجلي. ولكن لو حاول ان هو يعمل كده، انا دايما هدور على ان انا اخش اندر هوك. ابتدي ان انت تحاول تهرب، دايما هخش باندر هوك من هنا كده، دايما هخش باندر هوك وابتدي ان انا كنترول البني ادم بدراع على الاقل، بدراع واحد على الاقل. طيب الحاجه الثانيه، ازاي بنتعامل مع بريدجات واحنا قاعدين بالمنظر ده؟ لو هو ضرب بريدج، بيضرب بريدج، بمونيتور البريدجات بايديا في الارض بالمنظر ده. ما ببقاش اغلب القلبات اللي انتوا بتتقلبوها بعوض دي بتبقى انتوا ماسكين دماغ واحد وبتحاولوا تفعصوها وهو بيضرب بريدج، يقوم قلبك كده. لما واحد بيضرب بريدج بتسيب اللي في ايدك يضرب بريدج وتبتدي ان انت تثبت نفسك في الاتجاه اللي انت عايزه. تالت حاجه، لو انا نايم فوق البني ادم تمام وهو عمل بريدج، انا ممكن اتقلب. فبعمل ايه عشان ما اتقلبش؟ بصوا على رجليا بتبقى عامله ازاي. كل لما احس ببريدج انا مخلي رجليا الاثنين كده، شايف رجليا الاثنين مقفولين هنا وانا فارد رجليا لورا، ومن هنا كل ما يعمل بريدج وانا نايم عليه يضرب بريدج يا باشا، واقوم رايح قص الرجلين واقفل تاني واخد اندر هوك، لان انا ما بنامش عليه كده، ما بنامش كده خالص. كده دي هيقوم عامل كده دايما، لكن انا بنام في حاله واحده بس، لو خدت اندر هوك ما اقدرش انزل لتحت كده لان انا واخد اندر هوك. لازم اخد بوزيشن قوي الاول عشان تطلع منه سكسسفول سبمشن، مش باخد سبمشن بالهواء خلاص. ده بنسميه بيننج. يعني ايه؟ يعني بثبت دراع على الارض. ده اسلوب من اساليب الهجوم من الفول ماونت. البيننج 1 2 3 4. الاسلوب الثاني هو اللي ضد عمله ده، اللي هو باسي، يعني وابدا دراعه من نصه، من نص جسمه اللي هنا ده لنص جسمه اللي هنا، طلعه النص التاني. وعلامته بعرفها لما بشوف كوعه عدى من مساحه نص جسمه دي، بيبقى سهل قوي ان انا لو نزلت بصدري ما يعرفش يرجعه تاني. ومن هنا ابتدي ان انا هنا. يبقى احنا عندنا تو تكنيكس لان احنا نادفانس. اروح دايما للبيننج، بدل الدراع، وصل لهنا واقوم داخل لهنا وابتدي ان انا اشتغل على البوزيشن ده اللي انا هنا. الاوبشن الثاني هو ان انا اعمله، اخليه يعمل باس اوف، والباس اوف ده بيتعمل ممكن بان انا بين وهو يروح ينقذ دراعه بالدراع الثاني اقوم نازل واقوم قافلها هنا، ابتدي اربط المنظر ده واقوم داخل بدراعي فيجر فوربه كده الارز من هنا، يسمح لي ان انا اخد باك طول اليوم كل يوم. ابتدي ان انا اخش ستيب 1 في الباس اوف. اول حاجه، اول ما القاع بيعدي نزل عليه بصدرك، التحكم مش بدراعاتك. من هنا يا جماعه بعمل حاجه اسمها فيجر 4. 1 2. ده الفيجر 4، كيعاني ضيقه، صدري نازل عليه، مش سايب له مساحه ان هو يتحرك. شايف دي كده مساحه مشكله، لكن وانس ان انا عملت كده بوصل لفيجر 4 من هنا، ومن الفيجر 4 دي بقوم مزحلق ركبتي، وده الطريق لكل خير. في 60 سبمشن جايه من الحركه دي وقوم قاعد كده. اوكي، بس مع الباك كبوزيشن مش سبمشن، هو مقلب لهنا ودي الثانيه من هنا مثلا بادي لوك او كده او دخل كسبمشن. بقى بيحصل ايه؟ ممكن اجي من هنا واقوم عامل نفس التكنيك، واقوم جاي من هنا، تعالى كده يا باشا، وجاي من هنا ولاحظت ان ايده دي مش في الخريطه خالص، واقوم بكل بساطه معدي رجلي دي هنا، رجلي دي هنا. من هنا هبتدي ان انا اقوم نايم على ودني تاني زي اللي انا عملته بالظبط. بس انت ماسك رجلك صح؟ انا ماسك رجلي دلوقتي، ممكن امسكها برجلي التانيه، ممكن اعمل اللي انا عايزه، بس من هنا انام على ودني التانيه زي ما عملت في الباك بالظبط. راح من هنا
اول ما تعدي او رامي، بصوا او رامي نفس الودن من هنا. هستنى بص هنا بقى، لو هو ابتدى ان هو يبعد كده اهي الرمبار يشتغل. وهو بيقول كده خليك بص تمام. هنا انا مستني الفرونت رينجل بتاعي يجي مظبوط عشان خلاص. الحاجه الثالثه من الباس اوف ده، وانس ان انا وصلت لهنا وعديت كوع وجيت لهنا، مش لازم ان انا ارمي نفسي او اخد سبريشن تراينجل وخلاص. ممكن ابتدي احرر رجلي دي من تحتيه كده واقوم قاعد كده كاني مربع. دخل اكس بقى. دلوقتي انا عندي دراع واحد بيدافع ورجلتين هنا زي الكابوريا، اقدر ان انا اشغل اي واحده فيهم ان انا هاجمه. انهي رجل فيهم اللي هاجمه؟ لو انا ابتديت احرك الرجل دي عشان اخد تراينجل ولقيته بيعمل الحركات دي وبيمنعني، طيب شكرا جزيلا. اقوم انا ناقل دي لهنا، مسكت رجلي واقوم داخل واخد هذا الذراع والله العظيم ونايم فوق اهو. من هنا اعتقد ان انتوا عارفين الخطوه الجايه ايه. بس تراينجل من هنا، وفي اكبر من هنا عندي 5 سبمشنز. 5 من هذا البوزيشن ده اقوى بوزيشن تقدر تاخد منه سبمشنز يعني كابر بودي. ريفرس تراينجل واحد اقدر ان انا اقعد اقرط على رقبته واخلص من هنا وانيمه سبمشن. هو انا امتى؟ تمام؟ مش لازم. ادي اول اوبشن. تاني اوبشن من هنا ان انا هقوم جاي واقوم واخد الدراع ده ارم بار، بس عشان اخد الدراع ده ارم بار مش بفك الماسكه خالص، انا بقوم بس مخلي الرجل دي تطلع نقله لفوق. هنا بصوا اقوم فاكك ومخليها نقله هنا. ليه؟ عشان كوعه يلاقي حاجه يتكسر عليها. هنا في مساحه للكوع ان هو ما يتكسرش بس لما بقوم ناقلها لهنا مساحه للكوع بص جاهز ان هو يتكسر. ومن هنا بقوم نازل وبقوم مودي دراعه واخد سبمشن. السبمشن الثالثه امريكاني. السبمشن الرابعه كيمورو. داخل من هنا قافل الكيمورو عدل وابتدي ان انا الفها. السبمشن الخامسه ريست لوك. ريست لوك بقوم جاي بالذات لو هو بيهرب كوعه مني، بقوم جاي حاضن الاول بتاع الدراع من هنا ومنزله لتحت. لازم الكوع ده يبقى لابت في حاجه، مش عايم، لابت في حاجه. ومن هنا الايد دي على الايد دي والدقن على ايده وابتدي ان انا افعص الريست ده على نفسه. كل ده جاي من الكونسبت ده. تمام؟ الكونسبت التاني ده بيننج. بيننج احنا اتفقنا بنعمل كده. بنيجي من هنا ونقوم معديين نبتدي ان احنا نشتغل بالمنظر ده. الحته دي فيها شويه حوارات. بتلاقيه ان هو بيقاوم بالكوع لتحت او بيمسكك اوفر هوك. ايوه ما تمسكهمش في بعض عشان ما اخنقكش. وبص المقاومه هنا بقت مقاومه جسديه. تمام؟ عشان اكسب الحرب دي ابتدي ان انا ادوس هنا بوقفها كلها بان انا معاك دماغي سنه واقوم واقف بص فارد دراعي كله كده. ومن هنا دي فرصه ان انا ابتدي امشي صوابعي على الارض زي اكنها رجلين. اكني بتسلق جبل. 1 اتمشى، 2 اتمشى. من هنا اكمل اكمل اكمل. بص الدراع طلع لفين؟ من هنا تقوم جايه دلوقتي دراعي ده واقوم موصله تحت دماغه يبقى انا كده ربطته. بص الدراع التاني عامل ازاي؟ ربط الربطه الزياده. يبقى انا وصلت دراعي ده لهناك وقمت ماسك من هنا. من هنا دماغي هتقوم جايه كده. بس الفكره كلها ان انا لو جيت اخنق من هنا واعمل سبمشن من هنا واضرب بريدج ناحيه السبمشن يبقى موقعني. انا مش عايز اقع. من هنا يا جماعه بمسك دي، لو اي لحظه عمل بريدج لازم دي تسيب العمليه بتاعتها وتيجي هنا. وانس ان انا هنا هبتدي ان انا ازحلق دماغي لتحت، ماسك دراعاتي الاثنين في بعض، كوعي مفتوح وليس مقفول عشان البريدج لما يوقعني. لو هنا ضرب بريدج هيوقعني، لو هنا ضرب بريدج مش هيوقعني عشان في عمود دلوقتي بقى سند في الارض ضد البريدجات بتاعتي. ومن هنا هبتدي ان انا اطلع برجلي اخلي ركبتي بصاله وابتدي ان انا خلاص. وبكده نكون خلصنا ازاي تتحكم في خصمك من الفول ماونت وازاي تهاجمه. لو عندك اي اسئله او عايز نعمل فيديو عن حاجه معينه اكتب لي في الكومنتس، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.